نهار عادي وسط بلاد بعيدة. إستونيا وحدة من أكثر الدول تقدما في الديجيتال عالميا، وقعت واحدة الضربة اللي زعزعت الثقة ديال الناس في النظام كامل. واحد الصيدلية إلكترونية مشهورة سميتها أبوتيكا كانت محتفظة على المعطيات ديال مئات الآلاف من الزبناء، ولكن ليلة وحدة كل شيء تبدل. 700 ألف مواطن سربت البيانات ديالهم، السمية، الرقم الوطني، رقم الهاتف والعنوان، وحتى التفاصيل ديال 43 مليون عملية شراء. كل شيء ولا في الدين هاكر، ولكن ماشي أي هاكر. السلطات داروا البحث ديالهم والآثار خلاتهم يوصلوا لواحد الاسم غريب عليهم. عذرا خالد، مغربي عنده 25 عام، كان عايش حياته في صمت، ولكن في العالم الافتراضي كان كيدير الروينة. بذكائه الخارق قدر يدخل الباك اب ديال النظام، نسخ كل شيء في دقائق معدودة ومشى. ولكن الخطأ الوحيد ديالو هو أنه خلى موراه واحد الأثر صغير واللي كان كافي باش يفضحه. السلطات الإستونية لقات مذكرة دولية للقبض عليه، وشحال من جهاز استخباراتي بدا كيقلب عليه. فين مشى؟ واش باقي في المغرب؟ واش كان خدام بوحدو؟ ولا كاينه شي جهة أخرى من موراه؟ القضية مازال مفتوحة، والناس اللي تسربات المعلومات ديالهم باقي ما عارفينش واش غتستعمل في شي حاجة ولا لا. اللي أكيد هو أن عذرا خالد دار بصمة في العالم الرقمي وخلق الرعب دولة معروفة بالحماية ديالها. شكرا لكم بزاف على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوه مع أصحابكم، تابعوا القناة باش توصلكم كل الحلقات. في الحلقة الجاية غادي نهضروا على قصة جديدة، ولكن بهذا الشيء ما تنسوش تشوفوا الحلقة اللي فات واللي قبل منها، وكتبوا لي في التعليقات شنو الموضوع اللي كتمنوا نهضروا عليه المرة الجاية. كان معكم مستر تشيب. بيس اوت.